الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ولدينا طموح كبير وسنحاول أن نخلق الفرصة، ولما لا نتأهل إلى نهائي كأس العالم. So yeah, he did it in French. I will do it in English. نعم، هو تكلم بالفرنسية بالإنجليزية. نحن متحمسون لخوض هذه المباراة النصف النهائية، وسنلعب ضد أفضل منتخب في العالم، وبمساعدة مدربنا وإطارنا الفني سنقدم مباراة ممتازة، وربما نلتقي في المباراة النهائية. عادل الرحموني، مدير موقع ماتش بريس بالمغرب. سيد وليد الركراكي، غدا ان شاء الله مباراة قوية ضد المنتخب الفرنسي. هل ممكن تعطيونا صورة على العناصر الوطنية التي جاهزة، لأن كل الشارع المغربي يتساءل على الإصابات اللي لاحقت اللاعبين، لأن هذه هي المشكل الوحيد اللي صادف وليد الركراكي. Comme tout le monde le sait, on a beaucoup de blessés. لدينا العديد من الإصابات، لكننا نتعافى بسرعة، ولدينا جهاز طبي رائع، وكل يوم هناك أمور إيجابية تحدث وأخبار جيدة، وننتظر لآخر لحظة، وهذا ما قلته منذ البداية، حتى نتخذ قرار بإشراك اللاعبين. اللاعبون كلهم إذن يمكن أن يكونوا جاهزين، ونحن سنعمل اللاعبون الذين بأحسن حالاتهم ولياقتهم يدخلون المباراة.